بدأ العد التنازلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هيجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الوداد الرياضي المغربي. المباراة هتتلعب إن شاء الله يوم الأحد الساعة 10 على استاد القاهرة في حضور 50 ألف مشجع أهلاوي. هنتكلم النهاردة بالتفاصيل عن مباراة النهائي بين الأهلي والوداد، وإزاي إن شاء الله إن النادي الأهلي يقدر يفوز بالبطولة ال11 في تاريخه. بس في الأول ما تنساش تدوس لايك وتعمل مشاركة، ولو بتتفرج علينا من اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس. طبعا مباراة الأهلي والوداد هي المباراة الأهم للأهلي في الموسم الحالي، مباراة معناها بطولة قارية جديدة وهي دوري أبطال أفريقيا. معناها إن شاء الله إن تكون البطولة ال11 للأهلي في تاريخه بمشيئة الرحمن. النقطة الأولى بالنسبة للنادي الأهلي علشان نحقق البطولة ال11 إن شاء الله إن احنا نحاول إن احنا نحسم الأمور في القاهرة، يعني يكون في نتيجة مطمئنة بالنسبة لنا، تكون مباراة العودة فيها عملية ارتياح، زي مثلا 2-0 نتيجة جميلة جدا، ويا سلام لو وصلنا 3-0 هتكون كده الأمور شبه حسمت بالنسبة للبطولة. ولازم نركز دائما ان احنا يكون كلين شيت، ما نستقبلش اي اهداف نهائي من الوداد في القاهرة. يعني قبل ما افكر ان انا احرز هدف لازم افكر ان انا ال90 دقيقة ما استقبلش اي هدف من الوداد المغربي، علشان ما لاقيش في النتيجة في الاخر 1-1 او 2-1 او حتى 3-1 لو احرز هدفين في المغرب هو اللي يحصل على البطولة. فدي نقطة مهمة جدا جدا ان احنا نحسم الامور هنا من القاهرة، علشان ما نخشش في متاهة هناك في مركب محمد الخامس، وان احنا عارفين ان بعض الامور هناك بتدار من خارج الملعب، طبعا بقيادة المغربي فوزي لقشع، واي امور الاهلي يكون في غنى عنها. حد هيقول طب نظرية مؤامرة، طب انتوا بتقولوا، طب انتوا بتسبقوا. لا، احنا ما بنسبقش. في امر عايز اتكلم عليه بالنسبة لحكام مباراة الذهاب والعودة هو اللي يثير الشكوك. الفترة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا في دور ال8 وفي دور ال4 وفي دوري المجموعات، بدأ الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي بتتبع نظام جديد، وهي إنها بتدي حكام الصف الثاني المباريات في البطولة. وكلنا اتفاجئنا بحكام من موريتانيا ومن كينيا والسودان ومن ليبيا، وحكام الصف الأول أصبحوا كلهم بعيدين عن الصورة، زي رضوان جيد وزي جوميز وزي جسامة وجميع حكام الصف الأول. بالنسبة لنا كنا في الانتظار، طب هل مباراة النهائي الاتحاد الافريقي هيمشي على نفس المنوال حكام الصف الثاني ولا هيرجع للخبرة وحكام الصف الاول؟ لقينا هنا امر عجيب جدا، ان الاتحاد الافريقي جه في مباراة الذهاب اللي هتتلعب في القاهرة ومشي على نفس المنوال، واسند ادارة المباراة للحكم الليبي معتز ابراهيم، وده ايضا من حكام الصف الثاني. ولكن كانت المفاجأة بالنسبة لنا ان مباراة العودة في المغرب اسندها للحكم من حكام الصف الاول وهو الحكم الاثيوبي بملاك تسيما، وده بصراحة اللي عمل علامات استفهام كبيرة. طب انت رجعت ليه تاني لحكام الصف الاول في مباراة العودة؟ ما كنت شفت حكم من حكام الصف الثاني اللي اجادوا في دوري ابطال افريقيا وتسند له المباراة النهائية. تاني حاجة بيقول لك ان دوت اخر مباراة للحكم الاثيوبي وهيعتزل التحكيم وهيتم تكريمه هناك في المغرب. يعني انت جايب حكم بيحكم اخر مباراة ليه هي مباراة نهائي. يعني الموضوع ده بيفكرنا ب2007 زي العرجون لما حكم النهائي الاهلي والنجم الساحلي وعمل كوارث تحكيمية كبيرة وبعديها اعتزل التحكيم. فانا ممكن ايضا الحكم الاثيوبي بملاك تسيما يعمل كوارث في المغرب هناك وخلاص هو اعتزل. علشان كده نخرج نفسنا من المتاهات دي، ان احنا لازم نحسم البطولة هنا في استاد القاهرة بامر الله. النقطة الثانية بالنسبة للنادي الأهلي، الأهلي فنيا حاليا أقوى من الوداد المغربي على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج. الأهلي الفترة الأخيرة وصل للتوب فورم بتاعه مع مستر مارسيل كولر.
التشكيل والطريقة خلاص الكل بقى عارفها، ان النادي الاهلي ان شاء الله هيلعب مباراة الوداد بطريقة 4-3-3، والتشكيل ان شاء الله في حالة جاهزية الحارس الكبير محمد الشناوي وحمدي فتحي هيكون التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، 4 في خط الدفاع، محمد هاني باك يمين، علي معلول باك شمال، و2 مدافعين في القلب، محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. 3 لعيبة في وسط الملعب، مروان عطية واليو ديانج وحمدي فتحي، وثلاثي في الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا. هيبقى طبعا الاهلي ايضا مع دكه تقيله بره، هيكون في محمد شريف، هيكون احمد عبد القادر، محمد مجدي قفشه، احمد القندوسي، طاهر محمد طاهر، وعمرو السوليه. فبكده تكون كتيبه الاهلي ان شاء الله باذن الله جاهزه للنهائي بصوره قويه جدا. طبعا الاهلي الفتره الاخيره بيعتمد في اسلوب اللعب بتاعه على الاستحواذ واللعب الجماعي، ولقينا الفتره اللي فاتت ان النادي الاهلي بيوصل ل 700 و800 تمريره في المباراه الواحده. الى جانب الاهلي لازم يلعب اللعب بتاعه اللي هو بيبدأ بيعمل بعض الجمل القصيرة ان هو يخترق من العمق علشان نقدر نخترق دفاعات الوداد ونحرز منها اهداف. الناحية التانية لازم ايضا نعتمد على الاطراف عن طريق محمد هاني اللي بيقدم افضل مستوياته الفترة الحالية، وطبعا علي معلول افضل ظهير ايسر او افضل باك شمال موجود في افريقيا الفترة الحالية، وبيعمل المساندة الهجومية وبيعمل ادوار هجومية رائعة مع حسين الشحات في الجبهة الشمال للنادي الاهلي. الاسلوب الثالث اللي النادي الاهلي لازم يتخذه ايضا وهو التسديد من خارج منطقة الجزاء، لان فريق الوداد هيعمل بعض التكتلات الدفاعية وهيلعب على الهجمات المرتدة. طبعا حمدي فتحي، عمرو السولية، مروان عطية، اليو ديانج، كل اللعيبة دي بتمتاز بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، وحتى حسين الشحات لما بيضم في العمق او بيرسي تاو نفس الموضوع. رابع نقطة لازم نستغلها أيضا وهي الضربات الثابتة، سواء الضربات الركنية أو الفاولات اللي على حدود منطقة الجزاء، لأن الأهلي المدافعين بتوعه سواء محمد عبد المنعم أو ياسر إبراهيم أو محمود متولي بيعرفوا يتعاملوا كويس جدا مع الضربات الثابتة بالرأسيات، فده إن شاء الله بإذن الله يقدر يسهل لنا المهمة. يبقى الاختراق من العمق واللعب من على الأجناب والتسديد من خارج منطقة الجزاء واستغلال الضربات الثابته علشان ان شاء الله نقدر نحقق نتيجه كبيره وايجابيه نخلص بيها المباراه من القاهره. لعيبه النادي الاهلي عليها دور كبير جدا في النهائي ان شاء الله. ان النهائي اللي فات احنا اتغلبنا في المغرب، النهائي الظالم اللي اتلعب من مباراه واحده، فانتوا لازم تردوا اعتباركم هنا ان شاء الله باذن الله بالبطوله. وايضا ان الوداد المغربي يجمع 3 بطولات دوري ابطال افريقيا، منهم بطولتين خدهم من النادي الاهلي، فما ينفعش ان البطوله الثالثه ايضا ياخدها من النادي الاهلي. فلازم لعيبه الاهلي تكون مركزه جدا ان شاء الله علشان تقدر ترد اعتبارها من اللي حصل السنه اللي فاتت في المغرب. فريق الوداد المغربي هو فريق مستقر فنيا حاليا، بيقدم مستويات مميزة مع المدير الفني البلجيكي فاندنبروك، وهو حاليا في الدوري المغربي وصلوا للمباراة رقم 26، ناقص 4 مباريات على نهاية الدوري المغربي. هناك في الصدارة الجيش الملكي المغربي ب57 نقطة، وبيجي بعديه الوداد في المركز الثاني ب56 نقطة، يعني فارق نقطة واحدة ما بين الوداد وما بين الجيش الملكي المغربي. لو اتكلمنا على الأهداف في 26 مباراة أحرز 39 هدف، يعني تقريبا بمعدل هدف ونص في كل مباراة، وفي خلال 26 مباراة استقبل 19 هدف، وده معدل كبير جدا بيدل ان في مشاكل دفاعية كبيرة موجودة في فرقة الوداد. ويمكن كلنا لاحظنا الكلام ده في المباراة الأخيرة اللي جمعت الوداد بصن داونز في جنوب أفريقيا، رغم ان المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، إلا ان فريق صن داونز كان بيمثل خطورة شديدة على دفاعات فريق الوداد طوال المباراة.
ولولا تألق الحارس يوسف المطيع لكانت النتيجة خرجت بأكتر من كده، كان ممكن تخرج 3 و4 لصن داونز، وده بيدل عن وجود مشاكل دفاعية كبيرة في فريق الوداد لازم النادي الأهلي إن شاء الله يستغلها في لقاء القاهرة. فريق الوداد بقيادة البلجيكي فاندن بروك معاه مجموعة مميزة من اللاعبين اللي بيعتمد عليها. بعض الأمثلة للاعبين زي حارس المرمى المتألق في الفترة الأخيرة الحارس يوسف المطيع، وكان قدم مباراة كبيرة قدام صن داونز زي ما قلنا لحضراتكم. في أيضا في الدفاع المدافع أرسن زولا، وده مدافع قوي جدا وكان بيلعب بحماس شديد طوال لقاء صن داونز، وكان أصيب بجرح في رأسه وكان طول المباراة بيلعب وهو بينزف. في ايضا الباك الشمال بتاع فريق الوداد والمنتخب المغرب يحيى عطية الله بيقدم اداء مميز جدا. في وسط الملعب يحيى جبران ورضا الجعدي وبيمثلوا قوة خط وسط نادي الوداد، غير طبعا الثلاثي الهجومي اللي بيتكون من جونيور سامبو في الامام، وعلى اليمين محمد أنجم، وعلى الشمال زهير المترجي. ايضا معاهم في البدلاء حميد أحداد ولكنه مش هيلعب المباراة الاولى في القاهرة، وايضا اللاعب الليبي مؤيد اللافي. يعني فرقة محترمة، فرقة بتمتلك عناصر مميزة. هي الفرقة في القاهرة كل اللي هتعمله ان هي هتقفل دفاعاتها علشان تطلع بافضل نتيجة، وهيعتمدوا على الهجمات المرتدة والهجمات السريعة عن طريق زهير المترجي او عن طريق محمد أنجم، وفي نفس الوقت الاستغلال الامثل للضربات الثابتة سواء الضربات الركنية لفريق الوداد او الفاولات اللي على حدود المنطقة. علشان كده لازم حارس المرمى الشناوي ان شاء الله وخط الدفاع يكون في يقظة دايما للمرتدات او الكرات الثابتة لفريق الوداد. في النهاية بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي. 50,000 مشجع أهلاوي إن شاء الله يهزوا استاد القاهرة، ما يبطلوش تشجيع 90 دقيقة، وإن شاء الله بإذن الله نطلع بأكبر نتيجة ممكنة، وإن شاء الله نوصل ل 3-0 بإذن الله، بحيث تكون الأمور حسمت هنا من القاهرة ونحتفل جميعا بالبطولة ال11 بمشيئة الرحمن. وقبل ما بننهي مع حضراتكم بنحب نأكد تاني على لعيبة النادي الأهلي، ما ينفعش تتغلب 3 نهائيات من الوداد، ما ينفعش تتغلب تاني نهائي على التوالي من الوداد المغربي. لازم نرد الاعتبار ونفوز بالبطولة ان شاء الله علشان نعوض اللي حصل للسنة اللي فاتت. والمعلومة اللي حضراتكم كتير ما يعرفهاش، لو الاهلي ان شاء الله فاز بالبطولة ال11 هيبقى الاهلي الاول مرة في تاريخه هيلعب 5 كاس عالم للأندية. هو لعب 3 متتاليين ورا بعض. لو خدنا البطولة هنلعب كاس عالم في السعودية بأمر الله 2024، وكده كده الأهلي هيشارك في كاس عالم 2025 بالنظام الكبير اللي هو 32 فرقة. فالبطولة في منتهى الأهمية إن شاء الله للنادي الأهلي. في النهاية بحب أشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة. ولو حضرتك بتشاهدنا أول مرة ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.